السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ أمهات. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم في هذا الفيديو غادي نحضر معكم بسطيلة بريستيج بالحوت اللي كتجي من ألذ وأروع ما يكون. غادي نخدمها معكم بجميع الأسرار بدون تعقيدات، مع إضافة اللي جديدة اللي كيعطيها واحد المذاق زوين ولذة خاصة وغتبقى معتمدة عندكم. فغادي نخليكم مع المكونات اللي غادي نحتاجو. اول حاجه هذا هو نوعيه ديال الحوت اللي غادي نخدم به. فانا هنايا عندي جوج ديال الميرنا اللي كيكون من هذا الحجم، على ما اعتقد كل وحده ما عقلتش انا بالضبط شحال فيهم كيلو، المهم هي فيها كيلو، كتلقاو كيلو 100 غرام، كيلو 200 غرام. وعندي هنايا القمرون من هذا النوع اللي هو اللي لقيت، وراه غادي تبدل ليه اللون من بعد الطياب ديالو. فانا هذا الفيديو راه سجلته شي 9 شهور دابا، يعني سجلته في الوقيته ديال البرد اللي كيكون الحوت قليل. فيعني يلا كتاب وغادي نشارك معكم هاد البسطيله. كيف قلت لكم راه اللون ديالو غادي يتبدل من بعد الطياب. وهنا عندي جوج ديال الباجو اللي كل وحده على ما اعتقد فيها نصف كيلو، 500 غرام. كاين اللي وحده واقيلا فيها 600 غرام وحده فيها 500 غرام. ما عقلتش بالضبط شحال كان فيهم، لان كيف قلت لكم راه مده باش دابا انا سجلت هذا الفيديو. عندنا هنايا الكالامار، وعندي سيبيا اللي حتى هي كتجي زوينه في البسطيله. كيف قلت لكم هذا هو النوع ديال الحوت اللي انا غادي نخدم به. وانتم كيبقى لكم الاختيار على حسب اشنو اللي متوفر عندكم. ممكن تخدموا باي نوعيه المعتمده اللي كتخدموا بها نتوما او اللي لقيتو في السوق، بشرط ان الحوت اللي غادي تخدموا به الكبير يكون الحوت الابيض وما يكونش فيه الشوك بزاف. ومن الاحسن الحوت يكون طري، يعني يكون جديد، ما يكونش ديال المجمد. وغادي ندوزو باش نحضروا. اول حاجه هي سيبيا. كناخذ الكوكوت كندير فيها طروفه ديال السيبيا، تقريبا كانت عندي هنا ما عقلتش واش كيلو ونص او 2 كيلو تقريبا. المهم انا درتها في كوكوت، درت ليها الابزار، درت ليها 2 وراق ديال سيدنا موسى، ودرت ملعقه كبيره ديال الزبده. علاش هنا درت لها هذه الطريقه؟ باش كتبقى رطبه، كتبقى زوينه، ما تجيناش قاصحه، لان الا قصحت ما كيبقاش عندها شي مذاق زوين في البسطيله. كنغطيو عليها بالماء، غادي نخلوها 10 دقائق، ما نفوتوهاش البنات، 10 دقائق فقط، ونحلو عليها ونصفيوها. نفس الطريقه غادي نديروها حتى الكلامار باش كيبقى لينا طري، باش ما يجيناش قاصح. كنديروا الابزار والزبده وغنسدو عليه ماكسيموم كاع 6 دقائق، وغادي حتى هو نصفيو عليه ونخلوه جانبا في شبكه كيتسقطر له هو ولا سيبيا. وهنا غادي ندوزو من بعد ما قشرت القمرون ديالي. ها هو كيف كتشوفوا، واخا اللون ديالو راه كيبان لكم كري، راه غادي يرجع اللون ديالو وردي. وهنا كيف كتشوفوا راه منقي مزيان. وهاد الماء اللي درت فيه القشور راه طايب البنات، طايب. غادي نصفي عليه هاد القشور، وغادي نشد داك الماء وغادي ندير فيه الشعريه الصينيه اللي ديال الروز، الباكيه الكبيره اللي كيكونوا فيها، يعني اللي كيكونوا فيها 4. انا غادي نصفي الماء وغادي ندير فيه داك الشعريه الصينيه، ها القشور اللي حيت. وهنا الماء اللي غادي نديرو فيه الشعريه، ونفس الماء غادي نديرو فيه الشامبينيون نوار المجفف اللي حتى هو نغسلوه مزيان. وغادي ناخذ داك الماء اللي درنا فيه الشعريه الصينيه، وغادي نخلوه حتى يرطب لينا مزيان، ونصفوه فوق واحد الشبيكه. هنا كيف قلت لكم راه درت 4 القطع ديال الشعريه الصينيه ديال الروز، يعني الباكيه الكبيره راه كيكون فيها 4، ممكن ديروا اكثر. انا اكتفيت غير ب4 فقط باش ما تجينيش الشعريه الصينيه كثيره. هنا درت هنا من بعد ما كنخليها، من بعد ما درتها في الماء يعني طيب، كنخليها حتى تطلق مزيان، ونصفي عليها الماء ونقطعها ونخليها جانبا. هنا المكونات اللي غادي نديرو في البسطيله ديالنا كيف كتشوفوا. هنا الحوت ديال الباجو وديال الميرنا اللي كنت شاركته معكم في بدايه الفيديو. هنا درتهم في اللاطه اللي غادي ندخلهم للفران، لكن انا جوج غندير لهم الشرموله وجوج ما غاديش نديرهم لهم باش ما يجينيش كلشي فيه الشرموله. هنا
سيبيا من بعد ما سقطرتها مزيان قطعتها قطع مربعات صغار وكنحتفظ بها هنا جانبا. كيف كتشوفوا القطع كيكونوا صغار وراها البنات كتجي طريه ما كتجيناش يعني قاصحه. هنا القمرون من بعد ما قطعته من بعد ما غسلته والكالامار من بعد حتى هو ما سقطرنا عليه الماء. هنا عندي كميه من القزبر والمعدنوس، كميه تكون شويه كثيره باش كيعطينا المذاق زوين في البسطيله. وعندنا الحامض مصير مقطع رقيق والثومه محكوكه. كنعرفوا الحامض مصير والثومه كيعطوا مذاق زوين. عندنا هنا الزعتر، وعندي هنا الشعريه الصينيه من بعد ما سقطرتها وقطعتها قطع صغيره بالمقص، فانا ما بينتش لكم باش ما يجيناش الفيديو طويل بزاف. عندي هنا صلصه الطماطم اي المطيشه ديال الحك، وعندنا صوص صوجا اللي كتكون ثقيله اللي كتعطي مذاق زوين للبسطيله. وهذا هو المكون اللي قلت لكم كيعطي مذاق زوين. جوج بصلات اللي كيكونوا مشلطين كنشحروهم في شويه ديال الزيت وكنحتفظوا بهم جانبا بدون اضافه ديال شي تابله من التوابل. عندي ايضا هنا جوج علب ديال شامبينيون طري المعلب، شامبينيون المعلب اللي كنصفيو عليه الماء وكنقطعوه. وهنا عندنا شامبينيون نوار اللي قلت لكم تغسلوه مزيان راه كيكون فيه التراب وكنديروه في الماء اللي صفينا عليه، صفينا من الشعريه الصينيه وكنخلوه حتى كيرطب لينا مزيان وكنقطعوه بالموس ديال الربيع. عندي هنا زيت الزيتون تقريبا واحد كاس ديال زيت الزيتون، وهنا نصف زلافه ديال العصير ديال الحامض اللي كيعطي مذاق زوين للبسطيله. عندي الكمون، عندي العطريه ديال البسطيله ديال الحوت اللي كتكون بيضاء، والعطريه ديال البسطيله ديال الحوت اللي كتكون اللون ديالها بحال الا حمراء شويه. وعندي ملعقه تكون عامره ديال الهريسه البنات، واللي كتبغي الهريسه ممكن تزيد. وعندنا الملح ما غاديش نكثروا منها بزاف، وعندي الابزار، وعندي التحميره اللي غادي حتى هي غادي نضيفها. ما غاديش نضيفوا شي تابله اخرى من التوابل، فقط غنكتفيو غير هادو هما المكونات اللي غادي نخدموا بهم البسطيله. وغندوزوا لطريقه التحضير. هنا في زلافه كبيره ديال الزاج ممكن تخدموا في اي اناء. عندي كميه اللي هي كيف قلت لكم كثيره ديال القزبر والمعدنوس، وعندنا ايضا الحامض مصير مقطع والثومه محكوكه والتوابل ديال العطريه ديال البسطيله ديال الحوت وديال التوابل يعني الكمون التحميره الابزار الملح الهريسه اللي كتكون ملعقه عامره، والعطريه ديال البسطيله ديال الحوت اللي كتكون اللون ديالها احمر. يعني هادو هما المكونات اللي غادي نضيفو. ما كنضيفوش الخرقوم بلدي، ما كنضيفش السكينجبير، وغادي نضيف ملعقه كبيره ديال صلصه الطماطم المصبره. وهنا غادي نضيف الحامض نصف الكميه، وغنحتفظ بنصف الكميه لانني غادي نبغيها للحوت. المهم الحامض راه حنا دايرين الحامض مصير، والملح ما كثرتش لان عندي الحامض فيه الملح وكاين الملح وكاين ايضا الهريسه كتكون فيها الملح، وحتى العطريات ديال الحوت راه كتكون فيها الملح. وهنا غادي نضيف صوص الصوجا اللي كتكون ثقيله، فاللي ما عندهاش ثقيله راه غادي دير الخفيفه ولكن غادي تدوبل الكميه. غادي نضيف زيت الزيتون اللي كيعطي واحد المذاق زوين، ممكن ديروا ما بين زيت نباتيه وزيت الزيتون، ولكن انا اكتفيت درت غير زيت الزيتون. هادو هما المكونات. والهريسه البنات فانا ما كنبغيش الهريسه بزاف، ولكن الناس اللي كيبغيو الحار فممكن اضافه الهريسه بالزيت او ممكن يديروا الصلصه الحاره، غير هو ما تحروهاش بزاف علاش كيكونوا معكم وليدات ولا شنو ما غاديش يقدروا ياكلوها. فانا هاد البسطيله خدمتها لان كانوا جايين شي ضيافين عند ماما وخدمتها انا وياها، يعني وجدناها للضياف ديالنا. فدرنا البسطيله ودرنا اللحم بالبرقوق. فاللحم ما شاركتوش للاسف معكم، ما كانش في الوقت والله البنات، لا يعني غير كانوا طلبوني البنات باش نشارك معاهم البسطيله ديال الحوت، فيعني كنصور داك التصوير كنصورو يعني مزروب. غير حاولت نشارك معكم المراحل المهمه، يعني الخطوات المهمه هي اللي كنشاركها معكم. هنا كنخلطوا الشرموله ديالنا مزيان حتى كتصبح جاهزه. وهنا الحوت راني فلحت ليه اللحم ديالو من الفوق ومن التحت. فجوج غادي نديروا لهم غير شويه ديال الزعتر
اللي كيعطي مذاق زوين مع الحوت. كندير من الداخل من الفوق، وكنقلب ثاني الحوته وكندير من التحت. غادي ندير غير الجوج، وجوج الاخرين غندير لهم الشرموله باش يجي المذاق ديالهم مختلف، وكتجي واحد البنه خاصه ديال داك الزعتر والمكونات اللي غادي نضيف. المهم كندير الزعتر حتى من الداخل ديال الكرش ديال الحوته، وغادي نضيف في هذه المرحله غادي نضيف العصير ديال الحامض اللي كيعطي مذاق زوين مع الحوت. فانا اكتفيت غير بهاد المكونات في هاد جوج ديال الحوتات. علاش ما نديروش كلشي فيه التوابل؟ باش ما نقتلوش المذاق ديال الحوت. وحتى التوابل كيف شفتوني راني ما كثرتش في الشرموله باش ما تجينيش ديك الشرموله المذاق ديالها غالب على ديال الحوت. هنا كندير الحامض حتى يعني في الكرش ديال الحوته، وغادي نضيف زيت الزيتون حتى هو. وداك الحامض اللي شاط ليا البنات راه زدتو على الشرموله، فقد ما درتو الحامض خضر فقد ما غادي تعطيكم المذاق الزوين في الشرموله وفي البسطيله ديال الحوت بصفه عامه. هنا من بعد ما درت لهم كيف قلت لكم الزعتر والحامض وزيت الزيتون غنديروا شويه ديال الملح. الحوتات بجوج نفس اللي كندير في هذه الحوته في هادو. كيف قلت لكم راني درت انا الميرنا ودرت الباجو، وغادي نضيفوا القليل من الابزار نفس الطريقه، يعني كنقلبوا كنديروا. فالحوت ممكن ديروا اي نوعيه، كيف قلت لكم فقط تكون شريطه ان الحوت يكون النوع اللحم ديالو ابيض وما يكونش فيه الشوك بزاف. فانا هادشي اللي كنت لقيت موجود وهو اللي خديت، صراحه جا فيه المذاق زوين. دوك الجوج الاخرين غادي ندور اللاطه وغادي ندهنهم بالشرموله مزيان، وغادي نعمر دوك الفتحات اللي فتحنا بالموس من الفوق، وكنحاول ندخل ليهم الشرموله مزيان. كنحاول من الداخل من برا. وفي هذه المرحله البنات راه الفران كيكون سخون صافي. ملي كندهنوهم راه غادي نغطيوهم. الا كنا زربانين فغادي نغطوهم بالورق الطبخ، وغادي نديروا الالومنيوم من فوق منهم، وغادي ندخلهم يطيبوا حتى يطيبوا لنا، بشرط ما تخلوش الحوت تينشف لكم بزاف. ملي كيقرب صافي كيطيب كنحيد داك الورق وكنحيد داك الالومنيوم وكنخليه غير ينشف شويه من الماء، غير يحيد منه داك الماء اللي كيطلق، وما نشفوش الحوت ديالنا بزاف باش كيبقى لينا طري في البسطيله. وصافي كنزولوا ليه داك الشوك، كنخلوه حتى كيبرد شويه ونبداو نزولوا ليه داك الشوك ونقوه ونخلوه جانبا في واحد يعني في واحد التفصيل حتى الوقيته اللي غادي نبغيو نخدموا به. وغادي ندوزو دابا باش نوجدوا القمرون ديالنا. القمرون انا درت ليه هنايا في المقله درت شويه ديال الزبده، ودرت شويه ديال الشرموله، وغادي نبدا كنحرك. كيف كتشوفوا اللون ديالو راه كان اللون ديالو البنات كري، ولكن هو غادي يرجع اللون ديالو الغوز، غادي ياخذ اللون الغوز يعني كيتبدل سبحان الله. ينفو يدخل ليه العافيه البنات ضروري ما تكون مجهده، ما تنقصوش ليه لانه غادي يقصاح لكم وكيتجمع بزاف. فلهذا ان العافيه تكون مجهده. غير كنصوتوا واحد شويه في المقله وغادي نحيدوه، ما نخلوش يطيب مده طويله باش كيبقى لنا طري وباش كيعطي المذاق زوين في البسطيله ديالنا. ومره كنحركو بحال هكا بهذه الطريقه. وهنا من بعد يعني ما كنشحروا يعني شويه، انا راه حاطاه فوق الرخامه المقله راه زولتها من العافيه، غادي نديرو في واحد الشبيكه. فانا راه القمرون عندي طري ماشي ديال المجمد، فكنديرو في الشبيكه وكنخليه يتسقطر، لان ديال الطري ما كيطلقش لينا الماء بزاف. الا كان ديال المجمد راه فغادي يطلق لكم الماء، فلهذا حاولوا تسقطروه مزيان في الشبكه. كنحاول انني نفسر لكم مزيان بالنسبه للاخوات المبتدئات، لان كيلقاو مشاكل في البسطيله والا ما سقطروش الحوت راه غادي ترطب لهم الورقه وبالتالي غتجيهم معجنه. في نفس المقله غادي نضيف هنا مباشره غادي نضيف الكالامار. ما درتش ليه الزبده علاش؟ لانه هو طيب واحد 5 دقائق 6 دقائق اللي كنت قلت لكم، غير طلع فيه الغليه مزيان كنطفيو الكوكوت، كنكونوا دايرين لها الصفاره من طبيعه الحال لا هي ولا السيبيا،
وكنشدها كنصفي. ودابا راه درت لها غير الشرموله، غادي نسوطيه غير شي شويه في المقله وغادي نزولو من فوق العافيه. ومن طبيعه الحال العافيه تكون مجهده باش ما يقصحش لينا الكلامار. لا قصح ما كيبقاش ليه المذاق البنات مزيان. وهنا في العطاس ستفت سيبيا وستفت الكلامار، ستفت القمرون ودخلتهم واحد 3 دقائق حتى 4 دقائق للفران باش كيتحمروا لي غير شويه من الفوق، كياخذوا لي هذا اللون. بالتالي كينشفوا كيجونا مزيان، كيجي المذاق ما بين كيعطي فيهم داك المذاق ديال الفران زوين. وغنخليهم حتى يبردوا وغادي ندوزو باش نخلطوا المكونات ديالنا. انا درت بانيو ديال البلاستيك، درت فيه الشعريه الصينيه اللي قطعنا. هنا هاد الحوت هادو كامل كيف كتشوفوا راه برد ليا، انا راه ماشي سخون، راه خرجته من الفران خليته حتى برد ليا. هنا البنات الا كنتو باقي الحوت سخون فغادي ديروا في شي طنجره كبيره اللي غتخلطوا فيها، ما ديروش في البلاستيك لان البلاستيك ما صحيش مع شي حاجه تكون سخونه. هنا الشعريه الصينيه ضفت ليها الحوت ديال الباجو وديال الميرنا اللي كنقوهم من الشوك مزيان. البنات حاولوا انكم تنقوا لان صعيب على الكبار ولا على الصغار، وبالاخص الا كانوا عندنا الضيافه. صافي من بعد ما درت الحوت هنا على الشعريه الصينيه غادي ندير شامبينيون واغ. هنا كنت خديت 10 دراهم ديال الشامبينيون واغ اللي كيف قلت لكم راه كتغسلوه مزيان من الطرب وكترقدوه في الماء الطايب اللي كنت درت فيه القشور ديال القمرون يتسقطر. نديرو اما في الهاشوار او لا نقطعوه بالقطع ديال القزبر قطع صغار، لا هو ولا شامبينيون المعلب اللي كنسقطوه من الماء. فكنديروهم مع المكونات هادو اللي ذكرت لكم. وغادي نضيفوا الشرموله اللي كتجي المذاق ديالها البنات غزال بزاف لان ما فيهاش توابل كتار. كتبقى هذا المذاق كيتواتى مع المذاق ديال الحوت اللي كنديرو. وغادي نديرو المكون اللي كيعطي مذاق زوين البنات اللي هي 2 بصلات مشلضين وكنشحروهم في شويه ديال الزيت في واحد المقله. ما كنضيفوا لهم لا ملح لا ابزار لا والو، مباشره صافي ملي كنشحروهم كنحطهم تنبغيو نخدموا بهم. الصراحه كتعطي مذاق زوين وكتجي منسجمه مع هاد المكونات اللي ضفنا. هنا كنت غادي نخلط ولكن تفكرت انني خاصني نضيف سيبيا، نسيت ما ضفتهاش. فباش كتجينا البسطيله ديال الحوت كتجينا الحشوه عامره حوت، ما تجيناش البنات فيها الشعريه الصينيه كتر من الحوت. فإلا كان الحوت يعني الا كان الحوت غالب كتجي المذاق ديالها زوين. كنشوفوا بعض البسطيلات كيكون الشعريه كثيره بزاف على الحوت. فانا درت سيبيا. فإلا كنتو غادي تخدموها كوموند غادي تقولوا للناس راه بان غادي نخدم لك غندير لك سيبيا على حساب الثمن اللي غادي تخرجوها. فإلا كنتو للضيافه راه غادي تضيفوا سيبيا، ولكن الا خدمتوها بهذه الطريقه كتجي رطبه البنات، كتجي زوينه ما كتجيناش قاصحه الا درتو لها الطريقه اللي درت ليها انا. هنا ضفت ديك الشرموله اللي تبقات ليا وغادي نخلطها مع المكونات كاملين ونحاول نخلط يعني بواحد الفرشيط وملعقه ولا تخلطوا بيديكم كاع مزيان تيدخلوا لنا المكونات. انا باش ما يجيناش الفيديو طويل راه كنحاول انني نفسر لكم مزيان وفي نفس الوقت كنختصر لكم المراحل باش دغيا تفهموني. من بعد ما غادي نخلطوها غادي نرجع معكم. هنا من بعد ما خلطنا المكونات مزيان وهنا راه كان الليل البنات كانت الاضاءه ما معاونانيش صراحه. يعني كان الليل وكيف قلت لكم التصوير كيكون شويه ناقص بالنسبه للاخوات اللي عندهم قنوات راه غادي يفهموني علاش كنهضر كيكون التصوير ناقص شويه. المهم الحشوه ها هي موجوده. هنا الصينيه اللي غادي نديروا فيها البسطيله كندهنوها بالزيت. وهنا الورقه ديال البسطيله صراحه الله يعطي السيده الصحه اللي خدمت لنا الورقه ديال البسطيله كديرها البنات رقيقه شفافه بزاف صراحه كتجي مقرمشه في البساطل كتجي زوينه ما كتجيش لاويه. هنا الزيت اللي خلطت معاه التحميره كنكون مثلا خلطتها في الصباح وكنخلي داك التحميره كتنزل لتحت وكيبقى غير الزيت فيه اللون ديال التحميره والمذاق من الفوق. هو باش كندهنوا ديك الورقه ديال البسطيله ما كندهنش بالزبده علاش باش ما تجينيش الورقه لاويه وكتجي يعني رطبه
حنا بغينا الورقه ديالنا تجينا مقرمشه، فلهذا كندهنوها بهذا الزيت اللي خلطنا معاه شويه ديال التحميره، وكنخلو ديك التحميرات تركض لينا لتحت وكيبقى غير الزيت الفوق. صافي كنبداو نديرو ورقه حدا ورقه. فانا هاد الصينيه كانت ديال 45. صافي كنديرو 5 الورقات بالضبط، ورقه حدا ورقه، حتى كندوروهم على الدوره ديال الصينيه. واي ورقه بغينا نخدمو بها كندهنوها بالزيت و بالزيت اللي فيه التحميره، وكنبداو كندوروها في يدينا باش كيدخل فيها داك الزيت كامله، واخا هي السيده راه دهناها لينا يعني مزيان. صافي وغادي نستمر كيف قلت لكم حتى نكمل 5 ديال الورقات، 5 ديال الورقات، ورقه حدا ورقه، وكندهنهم كيف قلت لكم بالزيت مزيان باش كتجينا مقرمشه. ما كنديروش نهائيا البنات الزبده. هنا من بعد ما كملنا الدوره 5 ديال الورقات، فاش تبغوا تكوموندو الورقه غتقولي لها الورقه بغيتها البسطيله كبيره باش ما نديرش لكم ديك الصغيره. هنا غادي نديروا الورقه في الوسط باش ملي نديروا الحشوه كتجي هي البسطيله كتجي شاده لينا مزيان من التحت، يعني ما تخرج لكم منها لا الحشوه لا والو. هنا راه غادي ندير 2 ديال الورقات باش القاعده ديال البسطيله تكون شاده مزيان. وهنا صراحه الا كان الحوت طري راه ما كيطلقش لكم الماء نهائيا في البسطيله. اما الا كان ديال المجمد فحاولوا انكم تسقطروه مزيان في الشبكات ملي كطيبوه باش ما تلقاوش هذا المشكل. هنا دهنا بالزيت اللي مخلط مع شويه ديال التحميره مزيان باش الورقه كتجي مقرمشه، ما تجيكمش شلاويه، ما تجيش مرطبه من التحت. وغادي ندير الحشوه اللي غادي تكفيني البسطيله. فانا غادي نخلي شويه باش غادي نعمر البريوات اللي غادي نزين بهم. كيف كتشوفوا الحشوه راه صراحه عامره حوت. صافي غادي نوزع ديك الحشوه ديال الشعريه الصينيه والحوت، غادي نوزعهم على الصينيه، على الدوره ديال الصينيه كامله باش كل شيء يعني الحواشي وكل شيء كيجو عامرين البنات. وهنا في هاد المرحله من بعد ما كنقادو الحشوه مزيان غادي ناخذ الفرماج احمر وغادي نحكو بالحكاكه الغليظه على الوجه ديال الحشوه. هنا راه هذا الفرماج احمر غير مع الاضاءه، هنا زدنا شويه الاضاءه باش ما تجيناش، باش تجي الصوره واضحه لكم وباينه. هنا درنا الفرماج احمر، اللي بغى يدير ديال الساندويتشات راه يديرو، فانا ما درتوش، ما كانش متوفر فما درتوش. اللي بغى يديرو راه يدير فرماج ديال الساندويتش. وهنا غادي نوزعوا داك القمرون والكالامار على الوجه كامل باش كتجينا عامره البنات. وهنا غادي نبداو كنجمعوا في دوك الجوانب ديال الورقه اللي كانوا خارجين على الصينيه، كنبداو كنشكلوا بحال الشكل ديال البلي، غير كنحاولوا اننا نجمعوا الورقات ديالنا الفوق. فانا ما بغيناش يعني غادي باش كنديروا الشكل ديال انهم يجينا التنيات، ولكن راح غنغطوها من الفوق، غير كنجمعوا كل شيء الفوق. هنا الوالده ديالي هي اللي كتجمع البسطيله، هي اللي غادي تلمطها وغادي تطويها وتجمع الورق الفوق. الورقه ديال البسطيله اللي كانت مخدومه فراه الصراحه كتجي زوينه. هذه راه ماشي ديال البخار، هذه غير الورقه العاديه، ولكن السيده الله يعطيها الصحه صراحه كتخدمها باتقان، معروفه في المدينه اللي فيها الوالده ديالي، لان صراحه كل شيء كيعرفها، كل شيء كيخدم عندها من زمان وهي كتخدم عندها الوالده ديالي، وهي كانت يعني هي اللي كتعامل معها الى يومنا هذا. هنا دهنا الوجه بالزيت وغادي ندهنو بالبيض وصوص الصوجا. علاش غادي ندهنو بالبيض وصوص الصوجا؟ باش الورقه ما تقلاش لينا، وباش تبقى البسطيله شاده في راسها وكتجي يعني ملمطه البنات، ما تجيش الورقه مفروقه على ورقه. فكندهنو مزيان كيف كتشوفوا البيض وصوص الصوجا.
فاللي ما عندهاش البيض وصوص الصوجا راه ممكن دير البيض وشويه ديال الحامض اولا الخل. هنا درنا ورقه في الوسط باش كتشد لينا الورقات اللي في الجوانب، وهنا غادي نبداو كنديروا الورقات من الجوانب. ما غاديش نقول لكم الكميه تقريبا شحال العدد، ولكن نتوما عينكم ميزانكم. ملي غتبان لكم البسطيله تغطات مزيان والحشوه ما بقاتش كتبان، هنا راه عرفوا بان راه صافي مكتفينا بالورقه اللي خاصنا. وما نكثروش تاني الورقه باش ما تجيناش البسطيله عامره غير ورقه. وبين كل ورقه وورقه كندهنوا بالبيض باش كيف قلت لكم تجينا ملمطه ما تجيش مطرطقه على بعضياتها. هنا غادي نحاول نوريكم كيفاش الوالده كدير لها، كتبقى تلمط ما بين الورقه والورقه، كدهن بالبيض وصوص الصوجا باش البيض ما كيجيناش مزفر. صافي كنحاول نلصقها مع بعضياتها. كنعتذر على هذا التصوير لان صراحه كان الليل وكنا صراحه عيينا. هنا غادي تحاول ان ديك الحاشيه تثبتها بالبيض باش ما نلقاوش فيها مشكل. ملي غتدخل الفران غتبدا تقلع. هنا غادي من بعد ما غادي نكملوا الدوره ديال الدوائر غادي نقلبوها في واحد الصينيه، غنلمطوا لتحت ديالها مزيان باش ما يبقاش لينا التنيات او ما تعرفوش كيفاش ديروا ليها. عاد غادي نقلبوها في الصينيه اللي غطيب فيها كتكون فيها الورق ديال الطبخ، وغادي نتلاقاو معكم من بعد ما نكملوا الطيات. هنا من بعد ما لمطات الوالده ديالي البسطيله مزيان، دهناها بالزيت اللي فيه شويه ديال التحميره، ودهناها بالبيض وصوص الصوجا مزيان الجوانب كلشي. وكيف كتشوفوا الصينيه راه فيها ورق، الا ما عندكمش ورق راه ممكن تدهنوا غير الصينيه مزيان بالزيت باش ما تشدش لكم مع داك البيض. وهنا غادي نثقبوا البسطيله ديالنا مزيان باش ما تطرطقش لينا في الفران، وغادي ندخلوها طيب في الفران كيكون سخون والعافيه مهيله باش ما تلواش لكم الورقه. ما تجهدوش عليها العافيه باش ما تلواش الورقه، باش كطيب لكم وتجي مقرمشه ومقرمله من الداخل وحتى من برا. فاش غطيب لينا من التحت غادي ننزلوها للفران لتحت، وغادي نخلوها حتى تبدا كتحمر لينا من الفوق والطيب. غتبقى لينا غير يعني واحد 3 دقائق غادي نخرجوها. غادي ندهنوها ببياض البيض مع شويه ديال صوص الصوجا، وغادي نزينوها بالكنافه اللي كتكون محمره. انا التزيين غادي نزين بالكنافه محمره، يعني في المرحله الاخيره اللي منها صافي طابت وغادي نخرجوها. كيف قلت لكم كندهنوا بالبيض وكنديروا ليها الكنافه محمره كامله، وكنعاودوا ندخلوها الفران غير كيشد داك البيض ويطيب شوي وكنخرجوها. والتقديم راه كيبقى اختياري على حساب كل وحده وباش غادي تزينها. لما بغيتوش ديروا ليها الكنافه غادي تكتفيو غير بالبيض وصوص الصوجا فقط هو اللي غادي تدهنوا به، وتخلوها تتحمر لكم مزيان وتخرجوها. ومباشره غادي تبداو تزينوا حسب الرغبه وحسب اللي بغيتوا. انا التزيين غادي نشاركه معكم من بعد ما غادي تطيب. هنا في التفصيل ديال التقديم خديت هاد الخص من هاد النوع اللي خديت يعني ربطه ب5 دراهم. يعني خديت هاد النوع وغسلته نشفته وغادي نديرو في الجوانب في الوسط. المهم كنبداو كنزينو. صراحه راه كنت مزروبه البنات، ولكن حاولت انني غير نشارك معكم ولو غير بعض الاشياء. اما التزيين كيبقى اختياري. والحشوه اللي كانت بقات لينا عمرت بها هاد البريوات من نفس الورقه، عمرتهم وخديت صوص الصوجا دهنتهم بها. درت في القناه ديالهم الخضر المجففه، ممكن ديروا البافو كيبقى التزيين وكندخلوهم يطيبوا. وهنا غادي نرجعوا للتزيين ايضا. هنا غادي ناخذ الحامض اللي قطعته نصف دوائر وكندير ليه البافو من الجناب صافي. المهم تزيين بسيط. وهنا الفرماج احمر اللي حكيته بالحكاكه الغليظه، هذا هو غادي نزين به. وغادي نرجعوا من بعد هنا ما غطينا التفصيل اللي غادي نقدموها فيه كامل صافي. وغادي نشارك معكم ايضا هادو اللي كنديروا فيهم الصلصه الحاره. الصلصه الحاره اللي راه كيتباعوا عند اللي كيبيعوا لوازم الحلويات. الا كانت عندنا الدجاج البسطيله ديال الدجاج كنديروا فيهم العسل، كانت عندنا ديال الحوت راه كنديروا فيهم الصلصه الحاره.
كيف قلت لكم راه موجودين، ممكن تشرو الباكيه، ممكن تشرو الحبه، كيبقى التزيين اختياري حسب اللي بغيتو. فهنا غادي نوضع البسطيله ديالي. كان مشى ليا الفيديو اللي وضعت فيه البسطيله، بقى ديك الساعه ما زينتهاش، ولكن كيبقى التزيين اختياري. زينتها بالبريوات، الحامض، الفرماج، طوماط سوغيز، ايضا القمرون اللي صوتيته في غير في شويه ديال الزبده. وغادي نشارك معكم الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله بريستيج بالحوت. كتجي من ألذ وأروع ما يكون، كتجي بنينة البنات بزاف، كتجي مميزة في المذاق. حتى الضيافين اللي كلاوها عندنا نالت إعجابهم، وبالأخص واحد المصري اللي كان جا معاهم وعجبته. فيعني هاد البسطيلة غادي نسموها عروسة المطبخ المغربي. فكنتمنى فيديو اليوم أنه ينال إعجابكم، وأنكم تجربوها إلا تبعتوا خطوة بخطوة، والأسرار اللي شاركت معكم ومرحلة بمرحلة أكيد غادي تنجح معكم من أول تجربة، وغتبقى هي المعتمدة عندكم، لا في الضيافة ولا حتى إلا بغيتو تخدموها كوموند. فكنت نتمنى أنكم إلا جربتوها تخلوا لي في التعاليق كيف جاتكم. إلى اللقاء، إلى فيديو آخر إن شاء الله. ما تنسوش تجيو وتبارطاجيو مع الأهل والأحباب ديالكم.